بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بكم تمنى من كورس المحاسبة المالية. هل الصوت واضح يا شباب؟ الشباب بتوعتنا الصوت واضح؟ تمام. هو معذرة بس كان في مشكلة في النت بس الحمد لله يعني الموضوع اتحل ونبدأ المحاضرة حالا إن شاء الله. احنا كنا وصلنا مع بعض في الجمعة من حوالي أسبوعين. الجمعة اللي فاتت كان في مشكلة كده فما قدرناش نتواصل مع بعض. الجمعة اللي قبلها كنا بدأنا في كيفية إجراء التسويات الجردية في نهاية السنة المالية ثم إعداد القوائم المالية للمشروع، وكنا بدأنا نتكلم في العمليات الجردية الخاصة ببضاعة آخر المدة والأوراق المالية والمدينين، وشفنا مثال مع بعض ازاي نعمل قوائم مالية للمشروع بعد إجراء التسويات الجردية على الثلاث عناصر دول من عناصر الحسابات الخاصة بالمشروع. النهاردة إن شاء الله هنكمل وهناخد 3 عناصر جديدة ننهي بيها موضوع التسويات الجردية، وهي التسويات الجردية الخاصة بأوراق القبض، والتسويات الجردية الخاصة بالأصول الثابتة، والتسويات الجردية الخاصة بالمصروفات والإيرادات. نبدأ مع بعض حالا المثال في مال بعض أرصدة ميزان مراجعة منشأة السبعاوي في 31/12/2010. في عندي 12,000 جنيه أوراق قبض، و30,000 جنيه أساس، و2000 جنيه مخصص أو مجمع إهلاك أساس، 100 جنيه أجيو، 24,000 جنيه إيجار، 16,500 جنيه مرتبات، 300,000 جنيه عقارات، 90,000 جنيه سيارات، 9,000 جنيه مخصص أو مجمع إهلاك سيارات، و3000 جنيه إيرادات أوراق مالية. طبعا دي مش كل الأرصدة، دي زي ما احنا شايفين بعض الأرصدة، دي بعض الأرصدة الخاصة بميزان المراجعة. وعند الجرد في 31 ديسمبر تبين ما يلي. أول نقطة، متوسط تواريخ استحقاق أوراق القبض 1/3/2011، ومتوسط سعر الخصم المعلن من البنك المركزي 10%. تستهلك السيارات بمعدل 20% سنويا قسط ثابت. يستهلك الأساس بمعدل 10% سنويا قسط متناقص، علما بأن هناك أساس تم شراؤه في 1/7/2010 بمبلغ 10,000 جنيه. تستهلك المباني بمعدل 5% قسط متناقص، علما بأن قيمة الأراضي 100,000 جنيه. استأجرت المنشأة مخزن من الغير في 1/10/2010 ودفعت إيجار سنة عند التعاقد. تبين أن مرتبات شهر ديسمبر لم تدفع بعد. تمتلك المنشأة سندات تحصل فوائدها على دفعتين خلال العام، الدفعة الأولى في 1/7 والدفعة الثانية في 1/1. والمطلوب إجراء التسويات الجردية في نهاية عام 2010، بيان أثر ما سبق على قائمة الدخل
عن سنة 2010 والميزانية في تاريخ 31 ديسمبر 2010. 7 تسويات جردية. مطلوب مننا ان احنا نشوف المعالجة المحاسبية ليها هتتم ازاي. طيب نبدأ بأول تسوية جردية عندي تتعلق بأوراق القبض، ومديني فوق في ميزان المراجعة 12000 جنيه أوراق قبض، مديني 100 جنيه أجيو، مديني متوسط تواريخ استحقاق أوراق القبض في 1/3/2011، ومتوسط سعر الخصم المعلن من البنك المركزي 10%. ومطلوب مني إجراء التسوية الجردية الخاصة بأوراق القبض. أوراق القبض معروف هي الكمبيالات والسندات الإذنية، وكمان الشيكات، بس ما يكونش الشيك هنا شيك تجاري، لا شيك مدني، يعني شيك بيثبت دين مدني مش دين تجاري، وكلها اوراق مستحقة للمشروع على الغير، فتسمى اوراق قبض. كل ورقة قبض بيبقى لها تاريخ استحقاق، وتاريخ الاستحقاق مقصود بيه التاريخ اللي مفروض تحصل فيه الورقة. فإذا كان متوسط تواريخ استحقاق أوراق القبض 1/3/2011، وإحنا حاليا في تاريخ 31/12/2010، يبقى إحنا المفروض من تاريخ نهاية السنة المالية اللي هو النهاردة، يفترض النهاردة 31/12/2011 أو 10، المفروض المنشأة تستنى شهرين لغاية ما يجي تاريخ 1/3/2011 وتروح تحصل اوراق القبض دي. طيب اذا كان المشروع محتاج فلوس حاليا، فهو ممكن يحصل على قيمة اوراق القبض عن طريق خصمها في البنك المركزي. في عندنا حاجة في المحاسبة اسمها خصم اوراق القبض. يبقى احنا ممكن نعمل عملية خصم لاوراق القبض في البنك، ان احنا بنروح للبنك بنقول له عندنا اوراق قبض ب 12000، تاريخ استحقاقها 1/3 اللي جاي، احنا عايزين فلوسنا دلوقتي. البنك بيحسب حاجة اسمها مصروفات الاجيو، ودي بتبقى عمولة للبنك عن تحصيل الاوراق دي، وفوائد من تاريخ الخصم اللي هو 1/3 الى تاريخ الخصم اللي هو 31/12 الى تاريخ الاستحقاق اللي هو 1/3. فالبنك هيقول ان انا هديلكم الفلوس قبل ميعادها بشهرين، فانا هاخد فايدة عليهم، زائد ان انا هروح هحصل الكمبيالة دي من المدين اللي هو مسحوب عليه الكمبيالة، فانا هاخد منكم 10% من القيمة. فال10% دي اسمها عملية خصم اوراق القبض. طيب اذا كنا احنا مش هنعمل الخصم فعلا واحنا هنحتفظ بالاوراق القبض، يعني احنا مش محتاجين نعمل عملية الخصم، هنسيب اوراق القبض عندنا واحنا اللي 1/3 نروح نحصلها، فبضطر في الحالة دي اكون بقيمة 10% مخصص اسمه مخصص اجيو، مش مصروف الاجيو بقى. يبقى الاجيو اللي عندنا ده مصروف هيظهر ضمن مصروفات المشروع في قائمة الدخل ضمن المصروفات الاخرى، انما انا دلوقتي مطلوب مني تكوين مخصص اسمه مخصص الاجيو، وبالتالي دي اول تسوية جردية عندي،
ان انا هعمل مخصص اجيو قيمته تتحسب ازاي؟ بقول 12000 جنيه اوراق قبض في 10% سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، بس دايما بتبقى ال 10% دي 10% سنوية. لكن المدة المطلوبة من 31/12/2010 الى 1/3/2011، شهرين. يبقى لازم اضرب في فترة شهرين، يعني 2/12، فتطلع قيمة مخصص الاجيو 200 جنيه. 12000 جنيه اوراق قبض في 10% سعر الخصم او سعر القطع او معدل الفايدة المعلن من البنك المركزي، يديني 1200 جنيه فايدة سنوية. انا عايز منها شهرين 2، يبقى هضرب في 2/12، 200 جنيه. وكأي مخصص من المخصصات، كل اصل تكون له مخصص بيظهر الاصل مطروح منه المخصص في قائمة المركز المالي. كل اصل كونا له مخصص في قائمة المركز المالي بيظهر الاصل مطروح منه المخصص بتاعه. يبقى اذن يظهر هذا المخصص مطروحا من قيمة اوراق القبض في قائمة المركز المالي بهذا الشكل. في الاصول المتداولة هنلاقي اوراق قبض 12000 مطروح منها مخصص اجيو 200، يبقى الصافي 11800. وال 11800 دي بنقول عليها القيمة الحالية لأوراق القبض. يعني هي دلوقتي لو أنا حبيت أخصمها المفروض آخد من البنك دلوقتي كام؟ هاخد 11800، فدي بنسميها القيمة الحالية لأوراق القبض. إنما ال 12000 دي بنسميها القيمة الدفترية. قيمة دفترية وقيمة حالية. القيمة الدفترية هي القيمة الأصلية للورقة. قيمة أوراق القبض 12000 جنيه، اتطرح منها اتخصم منها مخصص أجيو 200، قيمة العمولة والمصروفات اللي كان هياخدها البنك والفوائد اللي كان هياخدها البنك مننا لو خصمنا أوراق القبض في البنك في تاريخ إعداد الميزانية، يبقى المفروض ان القيمة الحالية اللي احنا كنا هنحصل عليها هي 11800 جنيه. ده بالنسبة لقائمة المركز المالي. بالنسبة لقائمة الدخل بقى، في قائمة الدخل هيظهر لنا ضمن المصروفات الاخرى. خلي بالنا قائمة الدخل كانت بتبدأ بإيرادات مبيعات وتكلفة المبيعات، والفرق بينهم يديني مجمل ربح او مجمل خسارة. بس طبعا البنود دي غير معطاة عندنا في التمرين، ولذلك احنا عايزين الاثر على قائمة الدخل، يعني تأثير البيانات المعطاة على قائمة الدخل. احنا مش عندنا كل بيانات قائمة الدخل. بعد مجمل الربح بنضيف الايرادات الاخرى وبنخصم المصروفات الاخرى. فضمن المصروفات الاخرى مصروف الاجيو. يبقى انا عندي مخصص اجيو وعندنا مصروف الاجيو. مصروف الاجيو هو احد المصروفات اللي تعلقت بعملية خصم فعلي لأوراق قبض. يعني خلال السنة المالية المشروع بتاعنا راح البنك فعليا وعمل عملية خصم ورقة قبض بقيمة 100 جنيه. يعني عملية الخصم تمت ب 100 جنيه، البنك اخد 100 جنيه سجلت على انها مصروف اجيو وظهرت في ميزان المراجعة، فبالتالي اخر السنة بظهرها ضمن المصروفات الاخرى المشروع. طيب واحنا في نهاية السنة قلنا عايزين نشوف لو احنا كنا خصمنا اوراق القبض كان المفروض هندفع لها مصروفات اجيو قد ايه،
ونتيجة ان احنا مش عايزين نتم عملية الخصم فعليا، فانا هكون مخصص اجيو بالقيمة بال200 جنيه. ونتيجة عدم وجود رصيد لمخصص الاجيو في دفاتر المشروع، ميزان المراجعة ما فيهوش مخصص اجيو. ده معناه ان احنا عايزين نكون مخصص جديد، مخصص اجيو بقيمة ال200 جنيه. يعني معناها عايزين نزود مخصص الاجيو من 0 الى 200. واتفقنا في المرة اللي فاتت ان اي مخصص بيزيد يبقى مصروف، واي مخصص بينقص يبقى مقدار النقص ده ايراد. لو انا عندي مخصص عايز ازوده او اكونه لاول مرة، فانا باخد مقدار اللي انا هكون بيه او المقدار اللي انا هزود بيه واعتبره مصروف. واذا كان عندي مخصص وانا عايز انقص قيمته او الغيه، فانا باخد القيمة اللي انا هلغيه بيها او القيمة اللي انا هخفضه بيها واعتبرها ايراد. احنا دلوقتي ما عندناش مخصص اجيو وعايزين نكون مخصص اجيو ب200 جنيه، يبقى هعتبر ال200 جنيه دول مصروف يظهر في المصروفات الاخرى في قائمة الدخل. يعني لو افترضنا ان ضمن ارصدة ميزان المراجعة كان عندنا مخصص اجيو 150 جنيه، وجينا اخر السنة عايزين المخصص يبقى 200 جنيه، يبقى معناها ان احنا هنزود مخصص الاجيو من 150 الى 200، هنزوده بمقدار 50. تمام، يبقى ال50 دول هيتحطوا ضمن المصروفات هنا كمخصص اجيو، يعني زيادة في قيمة مخصص الاجيو. احمد نوارة بيسأل على يعني ايه اجيو. احمد انت كنت حاضر من اول ولا لسه حاضر حالا؟ تمام. الاجيو يا احمد احنا عرفناه من اول ما بدأنا ان الاجيو هو قيمة عمولة ومصروفات تحصيل وفايدة على عملية خصم اوراق القبض. 3 حاجات: عمولة وفايدة ومصروفات تحصيل اوراق القبض، خصم سوري. لو انا عندي ورقة قبض، عندي كمبيالة مسحوبة على عميل، ومفروض الكمبيالة نحصلها بعد فترة من دلوقتي، ولو رحت البنك وقلت له انا هبيع لك الكمبيالة دي، تشتري مني الكمبيالة دي بقد ايه؟ هيقول لي انت عايز فلوسك دلوقتي، والكمبيالة دي لسه على تاريخها شهرين مثلا او 3 او ايا كان المدة. طيب انا هاخد منك الكمبيالة، بس هاخد منك هخصم منك، مش هديك قيمتها كلها، هخصم منك مبلغ. اذا كانت الكمبيالة ب10,000 جنيه، فانا مثلا هدي لك 9,000 جنيه و500، وهخصم منك 500 جنيه. طب ال500 اللي خدها البنك دي اخدها ليه مني؟ خصمها ليه؟ هي دي بقى الاجيو. قال لي جزء منها مصروفات تحصيل الكمبيالة، هنروح نحصل الكمبيالة من المدين المسحوب عليه، فاحنا هناخد اتعابنا جزء من ال500 جنيه، وجزء منه عمولة، يبقى عمولة ومصروفات تحصيل، وجزء منه فايدة. انت خدت المبلغ قبل ميعاده بشهرين، تدفع عليه فايدة. فالبنك بيقدر المبالغ دي كلها بنسبة معينة 10% 15% ايا كان، وبيبدأ يخصمها من قيمة الورقة ويدين الباقي. فالجزء اللي اتخصم مننا ده بنسميه اجيو. واضح؟ تمام. طيب نرجع تاني للمثال. قلنا لو كان مخصص الاجيو ظهر في ميزان المراجعة ب150
واحنا كونا مخصص ب 200 يبقى زودناه 50 يظهروا هنا. طيب العكس بقى، لو احنا في ميزان المراجعة اعمل ريفرش يا ايمان، اعملي ريفرش كده للجهاز ان شاء الله الشاشة تظهر قدام منك. اوكي، لو انا عندي بقى مخصص اجيو ظهر في ميزان المراجعة ب 300 جنيه، عندنا مخصص اجيو ظاهر في ميزان المراجعة بقيمة 300 جنيه، والنهاردة كونا مخصص اجيو في نهاية السنة ب 200 جنيه، وفي ميزان المراجعة وعندنا 300 ألف جنيه عقارات و90 ألف جنيه سيارات، ومخصص إلاك السيارات 9000 جنيه. طيب عرفنا من فترات سابقة نظرة عرفنا الأصول الثابتة، وقلنا أن الأصول الثابتة هي الأصول اللي بيمتلكها المشروع بهدف استخدامها في مزاولة النشاط لعدة سنوات قادمة، وليس بهدف إعادة بيعها زي البضاعة. الأصول الثابتة بيبقى الهدف من شرائها ليس إعادة بيعها، ولكن الهدف من شرائها هو استخدامها في مزاولة النشاط، وغالبا ده بيكون لعدة سنوات قادمة. بنشتري آلة عشان تساعدنا في مزاولة النشاط، ان احنا هنركبها في خط انتاج وتفضل شغالة عدة سنوات. اشترينا سيارة عشان ننتج بيها، ننقل بيها منتجات المشروع او ننقل بيها الموظفين بتوعتنا، وهكذا. طيب ما دام ان الاصول دي هتستخدم لعدة سنوات، يبقى ما ينفعش اروح في قائمة الدخل في سنة واحدة واروح السنة اللي انا اشتريت فيها واروح حاطط ثمنها على انه مصروف. قال لي لا، دي هتعتبر ممتلكات من ممتلكات المشروع، تظهر كأصول في قائمة المركز المالي ضمن الأصول الثابتة، لكن نتيجة استخدام هذه الأصول ونتيجة تعرضها لعوامل التقادم التكنولوجي، ونتيجة تعرضها لعوامل التعرية الجوية وعوامل كتيرة، ببص الاقي ان هذه الاصول قيمتها بتقل كل سنة. الاستخدام بيقلل قيمتها من ناحية، التقادم التكنولوجي بيؤدي الى تقادمها، عوامل التعرية الجوية هي كمان بتأثر فيها فبتؤدي الى تقادمها وبالتالي نقص قيمتها. مقدار النقص اللي بيحصل في الاصول الثابتة سنويا بنسميه في المحاسبة إهلاك. يبقى ما هو الإهلاك؟ هو النقص في قيمة الأصول الثابتة سنويا نتيجة الاستخدام والتقادم، وبالتالي يبقى أنا مفروض ان انا اوزع تكلفة الاصل الثابت على سنوات استخدامه، بحيث ان الاهلاك يبقى هو قيمة الاستفادة من الاصل الثابت كل سنة. يعني لو انا عندي اصل قيمته 100,000 جنيه، من المنتظر ان هو يشتغل عندي لمدة 10 سنوات، فانا هقسم 100,000 على 10 سنوات، يبقى نصيب كل سنة 10,000 جنيه، يبقى هو ده اهلاك الاصل الثابت. هو ده مقدار النقص في الاصل الثابت كل سنة. هيقعد الاصل 10,000 جنيه 10 سنوات عندي، قيمته 100,000، كل سنة يفضل ينقص ب 10,000. في نهاية السنة العشرة هيكون الاصل ده خلاص اصل خردة،
بنفكه من الخط الانتاجي ونجيب اصل ثابت جديد نركبه بداله. فتعالوا بقى نشوف كيفية اجراء اهلاك الاصول الثابتة وفقا لطريقة القسط الثابت مرة ووفقا لطريقة القسط المتناقص مرة اخرى. هو في التمرين كان بيقول لي تستهلك السيارات بمعدل 20% قسط ثابت. تستهلك السيارات بمعدل 20% سنويا بطريقة القسط الثابت. وكان مديني في التمرين سيارات في ميزان المراجعة 90,000 ومخصص اهلاك سيارات 9,000. 3 معطيات كانوا مديهم لي في التمرين. ضمن الارصدة ميزان المراجعة سيارات 90,000 ومخصص اهلاك سيارات 9,000. وفي المعلومات الجردية قال لي تستهلك السيارات بمعدل 20% سنويا قسط متناقص قسط ثابت. يبقى انا مطلوب مني احسب اهلاك السيارات ومخصص اهلاكها. اهلاك السيارات هضرب قيمة الاصل الثابت اللي هي التكلفة الدفترية للسيارات اللي هي رصيد السيارات في ميزان المراجعة 90,000 في معدل اهلاك 20%، وبكده يطلع لي ان قيمة الاهلاك 18,000 جنيه. يعني النصيب السنة من اهلاك السيارات، نصيب السنة من تكلفة السيارات سوري، مقدار الاستفادة من السيارات خلال السنة ب 18,000 جنيه. والاهلاك ده يظهر كمصروف في قائمة الدخل ضمن المصروفات الاخرى، ولذلك هعتبره من المصروفات وسميه مصروف اهلاك. مصروف اهلاك، ومصروفات الاهلاك كلها هتروح في قائمة الدخل ضمن المصروفات الاخرى. بعد كده بعمل حاجة تانية اسمها مخصص الاهلاك او مجمع الاهلاك. مخصص او مجمع، وكلمة مجمع هتدي المعنى يا احمد، هتديني المعنى اكتر من كلمة مخصص. لما اقول مجمع اهلاك يعني ايه؟ مجمع يبقى حاجة بجمع فيها كأنها حصالة كده بجمع فيها كل الاهلاكات اللي انا بحسبها على الاصل الثابت. ففي اول سنة لو انا عملت اهلاك للاصل مثلا ب 18,000 زي كده، يبقى كل اللي هيتحط في الحصالة 18,000 اسمها مجمع اهلاك. اجي السنة اللي بعدها نعملها اهلاك مثلا ب 18,000 كمان، اجمعها على ال 18 القديمة يبقى المجمع فيه 36,000. السنة اللي بعدها لو عملت اهلاك كمان 18,000 هروح اجمعها على 36 تبقى 54,000 جنيه وهكذا. طيب احنا عندنا رصيد قديم لمخصص اهلاك 9,000 جنيه. يعني ايه؟ يعني هو كان حاسب اهلاك السنة اللي فاتت، كان حاسب اهلاك للسيارات 9,000 جنيه، كان حسب اهلاك للسيارات من السنة اللي فاتت 9,000 جنيه، اتحطت في المخصص فظهر له رصيد في بداية السنة دي جاي من السنة اللي فاتت 9,000 جنيه. طب ليه 9,000 ليه مش 18,000؟ قال لي لان السيارات انا ممكن اكون اشتريتها في 1/7، اشتريتها في 1/7 السنة اللي فاتت، فعشان اعمل لها اهلاك مش هعمل لها اهلاك سنة كاملة، انا استخدمتها نص سنة بس، فتعمل لها نص ال 18 9,000 بس، ده اهلاك السنة اللي فاتت. لكن السنة دي انا استخدمت السيارات من بداية السنة لنهايتها، ولذلك اعمل لها اهلاك سنة كاملة 18,000 جنيه اضيفها على اهلاك السنة اللي فاتت اللي هو الرصيد اللي ظهر فيه رصيد حساب مخصص الاهلاك، وبالتالي يبقى مجموع الاهلاكات في نهاية السنة دي اللي اتعملت للسيارات 27,000 جنيه. وبالتالي لما اروح للميزانية قائمة المركز المالي
هاخد السيارات 90,000 اطرح منها مخصص اهلاك 27,000 جنيه. يبقى في قائمة الدخل بحط الاهلاك اللي يخص السنة فقط 18,000 كمصروف من المصروفات الاخرى، وبعدين اجمع مقدار اهلاك السنة على رصيد مخصص الاهلاك لو كان موجود، رصيد القديم، والمجموع يروح الميزانية مطروح من الاصل الثابت نفسه. عايز اقول السيارات اللي قيمتها 90 احنا استهلكناها بما قيمته 27,000 جنيه، وبالتالي يبقى فاضل من قيمتها 63,000 جنيه. القيد اليومي اللي بيرتبط باهلاك السيارات او بالاهلاك بصفة عامة، باخد اهلاك السنة فقط واقول من حساب مصروف اهلاك السيارات الى حساب مخصص او مجمع اهلاك السيارات، بقيمة ما يخص العام فقط، باعتبار ان ال 9,000 دي بتاعت السنة اللي فاتت يفترض ان في العام السابق وانا بعمل لها وانا بحسبها وبسجلها في دفاتر اتعمل لها قيد زي كده، فانا مطلوب مني كل سنة اسجل قيد الاهلاك اللي يخص العام فقط. ونتيجة القيد ده هاخد مصروف الاهلاك ده اوديه قائمة الدخل ضمن المصروفات، وهاخد مخصص الاهلاك ده اجمعه على مخصص الاهلاك القديم واوديه الميزانية، وبالتالي يبقى شكل القوائم المالية بتاعتي بهذا الشكل. سيارات 90,000 جنيه ضمن الأصول في الميزانية في قائمة المركز المالي. ضمن الأصول الثابتة هلاقي في سيارات 90,000 مجمع إهلاكها أو مخصص إهلاكها 27، أطرحهم من بعض يبقى الصافي 63,000. يعني معنى كده إن السيارات فاضل من قيمتها 63,000 جنيه، الجزء اللي لسه ما استهلكناهوش. في قائمة الدخل هلاقي ظهر لي ضمن المصروفات الاخرى اهلاك سيارات ب 18,000 جنيه اهلاك السنة الحالية فقط. وبنفس الطريقة هلاقي في اهلاك الاساس، وهنشوف دلوقتي ازاي حسبناه، واهلاك المباني. وبرضه في الميزانية هلاقي الاساس مخصص اهلاك وطرح منه والصافي هنا، العقارات اللي هي الاراضي والمباني مخصص اهلاك هنا والصافي بتاعهم هنا. دي 290,000 جنيه، 300 ناقص 10 290,000 جنيه. تعالوا بقى نشوف العقارات والاساس. رصيد اهلاك لنفس السيارات في العام الماضي مثلا. بص يا احمد، ده التمرين اصلا، هو مديني في التمرين سيارات ب90,000 ومديني مخصص اهلاك سيارات 9,000. يعني هو بيقول لي ان السيارات اللي المشروع بيمتلكها احنا اشترينا سيارات ب90,000 قبل كده، او عندنا سيارات بنمتلكها 90,000 اتعمل لها اهلاك في السنوات السابقة 9,000 جنيه. هو ده بقى الرصيد بتاع مخصص الاهلاك. والسنة دي انا بدأت احسب اهلاك جديد 18 ضفته عليه وديته الميزانية وهكذا. تمام، رصيد قديم. تمام. طيب بيقول لي كمان تستهلك الاساس او يستهلك الاساس بمعدل 10% سنويا قسط متناقص، من هناك اساس تم شراؤه في 1/7/2010، يعني في منتصف العام الحالي. يعني احنا بنتكلم على السنة المنتهية فيه 31/12/2010. هو في 1/7/2010 في نص السنة بالظبط الشراء اساس ب10,000 جنيه. ده معناه ان الاساس 30,000 دي جزئين، جزء منها اساس قديم قيمته 20,000 جنيه وده اللي اتعمل له اهلاك في السنوات السابقة
فظهر رصيد مخصص إهلاك الأساس ب2000، وعندي أساس جديد اشتريته في 1/7 ب10,000 جنيه، وده طبعا لسه ما تعملوش إهلاك لأن دي أول سنة استخدمه، فده أول مرة أحسب له إهلاك فيها. 30,000 جنيه أساس، منه 10,000 جنيه أساس اشتريته في 1/7، وال20,000 الباقية هو أساس قديم مشترى من سنوات سابقة واتعمل له إهلاكات، فظهر رصيد مخصص إهلاك الأساس ب2000. احنا النهاردة عايزين نعمل إهلاك 10% قسط متناقص مش قسط ثابت. في طريقة القسط الثابت كنا بناخد الأصل الثابت زي ما عملنا في السيارات 90,000 واضربها في معدل إهلاك 20%، يديني الإهلاك على طول. إنما في طريقة القسط المتناقص، ونرجع تاني للقسط الثابت، خدنا 90,000 جنيه سيارات ضربناها في 20%، على الرغم ان انا عندي مخصص إهلاك سيارات، وانا بحسب الإهلاك الجديد اخدت السيارات في النسبة على طول. انما في طريقة القسط المتناقص لما اجي احسب إهلاك لأصل ثابت، هاخد الأصل الثابت رصيده في ميزان المراجعة، واطرح منه مخصص إهلاك السنوات السابقة، واللي يفضل بعد الطرح هو اللي اضربه في 10% نسبة الإهلاك. فطبعا نتيجة ان رصيد مخصص الإهلاك كل سنة بيزيد، مجمع او مخصص بيزيد سنويا، فبلاقي ان في السنوات اللي جاية الأساس لما اطرح منه مخصص عمال يزيد كل سنة، الصافي يفضل يقل يتناقص، فبالتالي لما اضرب في 10% مقدار الإهلاك يتناقص سنويا. وطبعا دي طريقة ليها المبررها، بيقولوا ان الاصل الثابت في اول سنة بيبقى لسه الاصل فريش كده، واصل لسه ما اشتغلش، فبتبقى طاقته الانتاجية او قدرته على الانتاج عالية. في السنوات التالية بيفترض ان الاصل الثابت بيبدأ يتقادم، وبتبدأ تظهر له مشاكل، وبتبدأ يحصل له اعطال، فبالتالي قدرته على الانتاج بتقل. يبقى المفروض كل سنة الإهلاك يتناسب مع الاستفادة من الأصل. إذا كان الأصل في أول سنوات استخدامه معدلات استخدامه عالية، يبقى الإهلاك عالي. السنوات التالية إذا كان الاستفادة من الأصل بتقل، يبقى تبعا ليها قيمة الإهلاك تقل هي كمان. ولذلك قالوا لازم القسط يبقى متناقص عشان الأصل قدرته على الإنتاج كل سنة بتقل. طيب تعالوا بقى نشوف. احنا عندنا اساس 30 مخصص إهلاك 2000، بنستهلك ب10%، في اساس اشتريناه في 1/7 ب10,000 جنيه. هنعمل الإهلاك هنا ازاي؟ قال لي ان 30,000 جنيه قيمة الاساس، منها 10,000 جنيه اساس جديد اشتريناه في 1/7، وفي 20,000 جنيه الباقية ده اساس قديم. بالنسبة للاساس القديم هنعمل له إهلاك بطريقة القسط المتناقص زي ما قلنا، يبقى التكلفة الدفترية ناقص مخصص الإهلاك اللي هو موجود في ميزان المراجعة، واللي يطلع اضربه في معدل الإهلاك. الأساس القديم ب20,000، مخصص إهلاكه 2000، يبقى 20 ناقص 2000 18,000، ف10% نسبة الإهلاك، يبقى إهلاك الأساس القديم 1800 جنيه. بالنسبة للأساس الجديد بقى، ده أول سنة نستخدمه زي ما قلنا، يبقى ملهوش مخصص إهلاك، وبالتالي لما أقول تكلفته الدفترية 10,000 أجي أطرح له مخصص إهلاك ملهوش، لأن ده لسه جديد، دي أول مرة نحسب له إهلاك. ملهوش مخصص إهلاك، يبقى كأنه بطريقة القسط الثابت عادي، هروح ضربه بقى في 10% نسبة الإهلاك. قال لي بس خلي بالك بقى من لو انت قلت 10,000 في 10%، يبقى انت كده حسبت إهلاك سنة كاملة،
والاصل ده اشتريناه في 1/7/2010، يعني مدة الاستخدام 6 شهور، يبقى انا عايز اهلاك نص سنة، فانا لازم اضرب في المدة 6/12. اذا كان الاهلاك السنوي 10,000 10% ب1000، انا عايز نص اهلاك او نص السنة بس 500 جنيه. ما ضربناش فيه الاساس القديم، ما ضربناش فيه مدة، لان المدة يفترض ان ده اساس قديم موجود من السنة اللي فاتت، يعني استخدمناه من اول السنة الاخيرة، يعني عايز اهلاك سنة كاملة، يعني 12/12 12 شهر، يعني واحد صحيح. فلما اضرب اي مقدار في واحد صحيح مش هيتأثر المقدار بالواحد ده. لذلك اذا كان الاهلاك عن سنة كاملة ما بحطش مدة، باعتبار المدة سنة، واحد سنة. انما لو الاهلاك عن فترة من السنة، جزء من السنة، معذرة، يبقى انا لازم احط الفترة الزمنية زي ما احنا شفنا هنا كده. الشراء تم في 1/7، ويفترض الاستخدام في نفس السنة طبعا في نفس التاريخ، يبقى انا استخدمت من 1/7 لاخر السنة 6 شهور، فلازم اضرب 6/12 كده. يبقى اهلاك الاساس الجديد 500 والقديم 1800، يبقى مجموع اهلاك الاساس كله على بعضه 2300 جنيه. هي دي اللي كانت ظاهرة كمصروف في قائمة الدخل زي ما شفنا، زيها زي ال 18000 جنيه اهلاك السيارات. طيب انا عندي رصيد لمخصص اهلاك 2000، الاهلاك الاساسي القديم 2000، اضيف له اهلاك السنة 2300، يبقى المجموع 4300. لما اروح الميزانية هقول ايه؟ الاساس 30000، جنب منه مخصص او مجمع اهلاك 4300، يبقى على يمينهم خالص الصافي 25700 جنيه، ده في قائمة المركز المالي. يبقى هيظهر الاصل مطروح منه مخصص الاهلاك بده. واضحة يا شباب ازاي حسبنا الاهلاك بطريقة القسط الثابت؟ ولما يكون في جزء جديد وجزء قديم الدنيا تمشي ازاي؟ تمام. تعالوا بقى نشوف قيد الاهلاك. قيد الاهلاك هيتعمل ب 2300 ولا ب 4300؟ لما اجي اعمل القيد الخاص بالاهلاك هعمله ب 2300 ولا ب 4300؟ بتبصوا على الحل تحت الاول. ماشي يا محمد، غشيتها. اوكي. طبعا الاهلاك زي ما اتفقنا ان انا باخد كل سنة اهلاك السنة بس هو اللي بعمل بيه قيد يومية، باعتبار ان ال2000 الرصيد القديم ده اهلاك السنة اللي فاتت عمل بيه قيد يومية السنة اللي فاتت. فانا مطلوب مني كل سنة الاهلاك اللي انا هحسبه او ادي قائمة الدخل هو اللي انا اسجل بيه قيد يومية فقط. فهنبص ان القيد اليومية بتاعنا ظهر بهذا الشكل. من حساب مصروف اهلاك الاساس 2300 الى حساب مخصص اهلاك الاساس 2300، اثبات اهلاك الاساس الذي يخص العام. طيب نكمل، نخش على اهلاك قيود اليومية. يا احمد مش احنا عندنا في دفتر الاستاذ قيود اليومية دي؟ بعد كده بعد ما عملتها اروح افتح دفتر الاستاذ مرة تانية، تمام، واعيد ترصيد الحسابات دي فيه. يعني هروح لحساب مصروف اهلاك الاساس، اذا كان موجود له حساب اوكي، مش موجود له حساب هفتح حساب وارصد المبلغ ده فيه. طبعا مش موجود حساب، وهكذا. مخصص اهلاك الاساس هلاقي له رصيد ال2000 رصيد من السنه اللي فاتت، الرصيد منقول
ارصد ال 2300 فيه هو كمان، وبالتالي الاقي الرصيد بقى مرحل بال 4300، واعيد كتابة ميزان المراجعة مرة تانية، ميزان المراجعة بعد التسوية. ايوه بالظبط كده زي ما انت بتقول، اعمل تاني ميزان المراجعة بعد التسويات، ومنه بقى اللي بعمل القوائم المالية. الله ينور. تمام. نشوف المباني بقى. هو كان في التمرين بيقول لي برضو المباني هتستهلك بمعدل 5% قسط متناقص. وكان مديني في التمرين ايوه بالظبط. يعني انا يا احمد هعمل قيود التسويات الجردية وارصدها كمان في ميزان المراجعة في دفتر الاستاذ، وبعدين اعمل ميزان المراجعة تاني بعد التسويات، ومنه بقى باخد اودي القوائم المالية. ده الطبيعي بيتم كده. طيب العقارات اللي عندي ب 300000 ما كانش مديني ليها مخصص اهلاك عقارات. لا ما هو انا على اساس يعني ان انا مش هعمل قوائم مش هفتح دفتر حسابات الاستاذ مره ثانيه واعمل ميزان مراجعه. يعني ده المفروض خلاص حاجه طبيعيه، احنا خدنا حسابات الاستاذ ازاي بنرحل فيها، فيفترض ان القيود اليوميه دي هرحلها لدفتر الاستاذ وبعدين اعمل منها ميزان مراجعه مره ثانيه. لكن احنا خدنا يعني التاثير النهائي هيبقى في القوائم الماليه شكله ايه. طيب 300000 جنيه عقارات مش مديني مخصص اهلاك للعقارات، لكن مديني نسبة اهلاكها 5% قسط متناقص. واذا كانت العقارات هي الاراضي والمباني، واذا كان هو قال لي علما بان الاراضي 100000 جنيه، واذا كانت الاراضي لا تستهلك، يبقى انا مفروض اعمل اهلاك للمباني فقط. وبالتالي باخد العقارات 300000 استبعد منها الاراضي، لان العقار هو الارض والمبنى اللي فوق منها، ده اسمه عقار كده. فمعروف محاسبيا ان الاراضي لا تستهلك، كل الاصول الثابته تستهلك ما عدا الاراضي. وما عدا ايه كمان؟ فاكرين الناس اللي السؤال ده كنا سألناه قبل كده؟ الناس اللي حاضره معانا من قبل كده، الاصل الثابت الذي لا يستهلك هو الاراضي. الله ينور. ايوه كده محمود سوري. الاوراق المالية طويلة الاجل والاراضي هم الاصول التي لا تستهلك. الاستثمارات في الاوراق المالية طويلة الاجل. يا مصطفى برافو عليك. هو الناس فاكرة ايه؟ بسم الله ما شاء الله. تمام. فالاراضي لا تستهلك، يبقى انا هعمل اهلاك للمباني بال 200000 جنيه. هو عايز اهلاك بطريقة القسط المتناقص، يبقى اقول له 200000 ناقص مخصص الاهلاك لو موجود. لو عندنا مخصص اهلاك لازم اطرحه، مش موجود يبقى خلاص كأنه صفر، يعني مش هطرح. وبعدين اضرب في 5%، هيطلع الاهلاك 10000 جنيه. يبقى هروح قائمة الدخل واحط مصروف ضمن المصروفات الاخرى، مصروف اهلاك 10000. ولان احنا ما عندناش مخصص اهلاك اصلا، يبقى المخصص اصبح قيمته 10000 هو كمان، كأن المخصص الرصيد القديم بتاعه صفر، وهضيف له اهلاك السنة 10000، يبقى المجموع 10000 جنيه. اروح في الميزانية في قائمة المركز المالي واقول عندي عقارات ب 300، جنب منها على يمينها مخصص اهلاك 10000، يبقى الصافي 290 اللي هي كانت 29، وقلت لكم زودوا لها صفر يا شباب لو فاكرين. والقيد بتاعنا برضو عادي، باخد اهلاك السنة ال 10000 جنيه، مش المخصص الاهلاك بس ال 10000، واقول من حساب مصروف اهلاك الى حساب مخصص اهلاك المباني ال 10000 جنيه. كده يبقى خلص موضوع اهلاك الاصول الثابته. في مشكله؟ لو في مشكله واحد، لو في مفيش مشكله يبقى اتنين. في مشكله في اهلاك الاصول الثابته؟
احمد ما عندوش مشكلة، مصطفى ما عندوش مشكلة، بلوسكاي ما عندوش مشكلة، محمود علي ما عندوش مشكلة. تمام. من 9 4 ردوا، في 5 ما ردوش. هل ال5 دول مش متابعين معانا ايه اللي بيحصل، ولا عندهم مشاكل، ولا اصلا مش معانا؟ ممكن يكون نايم يا محمد يا احمد. تمام، مش متابع من الاول. طيب، هو يعني ممكن حضرتك ان انت هتحمل بعد كده، تحمل المحاضرة، هي بيسجل وتنزل على موقع الأكاديمية وتتابع المحاضرة من اولها. ولو في اي شيء مش واضح تمام، فانت ممكن تراسلني على rajab_phd@yahoo.com وتقول لي ايه اللي انت مش فاهمه، وان شاء الله هرد عليك. اللي عنده الصفحة مش ظاهرة كويس، حاول يعني تعمل ريفريش او تشوف ايه المشكلة عندك بالظبط. باقي الناس يعني الشاشة اعتقد عندها ظاهرة واضحة. تمام. طيب، اخر جزئية بقى عندنا في التسويات الجردية هي الجزئية اللي متعلقة بالايرادات والمصروفات، ودي جزئية مهمة شوية. المصروفات هي قيمة الخدمات اللي بيحصل عليها المشروع خلال العام، سواء سلع او خدمات بنحصل عليها خلال السنة. والايرادات هي مقدار المنافع او قيمة المنافع اللي بيقدمها المشروع للغير. بيظهر لنا في نهاية السنة المالية بعض المشاكل المتعلقة بالايرادات والمصروفات، وبالاخص هي الحاجات اللي تتعلق بالمستحقات والمقدمات. ممكن اجي في نهاية السنة وابص الاقي ان في مصروف اتدفع منه جزء خلال السنة، وبالتالي تسجل بيه قيد يومية، اترحل الى دفتر الاستاذ، ظهر في ميزان المراجعة المصروف بالجزء ده. يعني مثلا هنا المرتبات ظهر بمقدار 16500. لو افترضنا ان المشروع بيدفع مرتبات كل شهر 1500 جنيه، يبقى في ال 12 شهر السنة 1500 في 12 شهر ب 18000 جنيه. يفترض ان لو ال 12 شهر اتسددوا واتسجلت بيهم 12 قيد يومية، اترحلوا الى حساب المرتبات في ميزان المراجعة، كان رصيد حساب المرتبات يظهر في ميزان المراجعة، اترحلوا الى حساب المرتبات في دفتر الاستاذ، وترصد دفتر الاستاذ، كان هيظهر رصيد حساب المرتبات ب 18000 جنيه يترحل الى ميزان المراجعة هنا. طيب، ايه اللي خلى المرتبات ظاهرة هنا ناقصة 1500 جنيه؟ ده معناه ان في مرتب شهر لسه ما اتدفعش، في شهر ما اتدفعش او اتنسى يتسجل، سقط سهوا. يبقى انا ما ينفعش اروح لقائمة الدخل واودي مرتبات 16500 والاصل ان اللي يخص السنة 18000، لان احنا طبعا بنطبق اساس الاستحقاق. اساس الاستحقاق في المحاسبة بيقول ان جميع المصروفات التي تخص العام لازم تسجل كمصروفات تخص العام، وجميع الايرادات اللي تخص العام تسجل، بحيث ان انا الربح او الخسارة يعبر عن نتيجة النشاط عن سنة كاملة، 12 شهر كاملين. فما ينفعش اجيب المرتبات واحطها مصروف بال 16500 وفي شهر لسه ما اتدفعش، يبقى المرتبات كده ناقصة. المبلغ اللي ناقص ده اللي ما اتدفعش اسمه مرتبات مستحقة او مصروف مستحق. تمام.
طيب لو كان بقى المرتبات هنا لقيتها ظاهرة ب20,000 جنيه، يعني في مبلغ 2000 جنيه زيادة السنة، 1500 في الشهر في 12 شهر ب18,000. لو لقيت ظهر هنا 20,000 جنيه، ده معناه ان في 2000 جنيه زيادة مصروف مقدم. ونفس الكلام ينطبق على الايرادات، ممكن يحصل فيها جزء لسه ما تحصلش مستحق، وممكن يحصل ان في جزء منها اتحصل بالزيادة، يبقى ده مقدم. يبقى اذا انا عشان اضبط المصروفات والايرادات، اذا كان في مستحق هجمعه على الرصيد اللي ظهر في ميزان المراجعة، وطبعا عشان اجمعه على الرصيد محاسبيا لازم يتعمل بقيد يومية. واذا كان في مقدم هطرحه من الرصيد برضه بقيد يومية. مفيش عندنا حاجة اسمها جمع وطرح حسابي. الجمع والطرح حسابي ده بس عشان اتأكد من المبلغ صح ولا لا، لكن عمليات الجمع والطرح في المحاسبة بتتم عن طريق قيود يومية تزود الحسابات او تنقصها. فتعالوا نشوف ايه اللي يتعلق بالمصروفات والايرادات. مديني 24,000 جنيه ايجار، ومديني 16,500 جنيه مرتبات، ومديني 3000 جنيه ايرادات اوراق مالية. يعني اللي حاضر لو معاه ورقة كده يكتب فيها المبالغ، عشان ايه لما ننزل في الشرح تحت مش هنرجع تاني للتمرين. عندنا 24,000 جنيه ايجار، 16,500 مرتبات، 3000 جنيه ايرادات اوراق مالية. هي دي المصروفات والايرادات اللي في التمرين. مديني عليهم عمليات جردية. بيقول ايه بقى؟ استأجرت المنشأة مخزن، يعني بيتكلم على ايجار. استأجرت المنشأة مخزن من الغير في يوم 1/10/2010، ودفعت ايجار سنة عند التعاقد. تبين ان مرتبات شهر ديسمبر لم تدفع بعد. تمتلك المنشأة سندات تحصل فوائدها على دفعتين خلال العام، الدفعة الاولى في 1/7 والثانية في 1/1. تعالوا بقى نشوف التسويات الجردية المتعلقة بالبنود الثلاثة دي. تمام. بيقول لي ان المصروف او الايراد اللي يخص العام هو عبارة عن الرصيد اللي ظهر في ميزان المراجعة. والرصيد اللي ظهر في ميزان المراجعة معناه ان ده المقدار اللي تم دفعه من المصروف، وبالتالي سجل بقيد يومية، او الايراد اللي تم تحصيله خلال العام، وبالتالي تسجل بقيد يومية. يعني ما دفع من المصروفات وما حصل من الايرادات، بيبقى هو ده الرصيد اللي ظهر في ميزان المراجعة. لو في مستحق بجمع على الرصيد ده، ولو في مقدم هطرح حسابيا عشان اتأكد بس المبلغ كام، وبعدين نبقى نشوف قيد اليومية. وبيقول لي ان ما يخص العام سواء كان مصروف او ايراد، يعني بعد ما اطبق المعادلة الرصيد اللي هيظهر بعد ما اضيف المستحق او اطرح المقدم اللي هيطلع ده مصروف يخص العام او ايراد يخص العام. اذا كان مصروف هوديه قائمة الدخل في الجانب المصروفات، جانب المدينة هو جانب المصروفات يعني ضمن المصروفات الاخرى. واذا كان ايراد هوديه في قائمة الدخل ضمن الايرادات الاخرى اللي هو جانب الايرادات. لو هعمل حساب ارباح وخسائر يبقى في الطرف المدين طرف المصروفات، وفي الطرف الداين اللي هو طرف الايرادات. اما المستحق والمقدم، مقدار المستحق في الاثنين او المقدم في الاثنين، بيقول لي اذا كان مصروف مقدم او ايراد مستحق هيظهروا ضمن الارصدة المدينة الاخرى في الميزانية في قائمة المركز المالي
ضمن الاصول. واذا كان مصروف مستحق او ايراد مقدم ده هيظهر في الارصدة الداينة الاخرى في جانب الخصوم في الميزانية. تاني يا شباب الحتة دي، لو حد عايز تاني يبقى واحد، لو مش عايزها خلاص كده يعني اتفهمت يبقى اتنين. مصطفى اتنين يعني الامور واضحة بالنسبة له. احمد نوارة تاني، احمد محمود تاني. اوكي، تاني بنقول ان المصروف او الايراد الرصيد اللي ظهر في ميزان المراجعة اللي احنا قلنا عليهم، اللي احنا قلنا لما قلنا الايجار 24 والبنود دي، ده رصيد، بنقول رصيد ميزان المراجعة، ده اللي اتدفع او اللي اتحصل من المصروف او الايراد. يعني خلال السنة دفعنا مصروف معين قد ايه او حصلنا من الايراد قد ايه، هو ده اللي بيبقى ظاهر في ميزان المراجعة. طيب المستحقات والمقدمات دي بعرفها انا من التسويات الجردية. معلومات الجردية هو ايه؟ او من فحص دفاتر المشروع انا بعرف بقى ايه المستحق وايه المقدم. هاخد الرصيد اللي هو ظهر في ميزان المراجعة واضيف له المستحق او اطرح منه المقدم، فاقدر اتوصل الى ما يخص العام، سواء كان مصروف او ايراد متعلق بالسنة بالكامل. بقى اذا كان مصروف هوديه في قائمة الدخل جانب المصروفات، ولو رحت عملت بدل قائمة الدخل حساب ارباح وخسائر يبقى هوديه في الطرف المدين اللي هو طرف المصروفات. واذا كان ايراد هوديه في قائمة الدخل جانب الايرادات زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. ولو انا عملت حساب ارباح وخسائر يبقى هوديه في الجانب الداين من حساب الارباح والخسائر. ده ما يخص العام، المصروف والايراد الخاص بالسنة بالكامل. انما المستحقات والمقدمات هتظهر في قائمة المركز المالي الميزانية. المصروف المقدم والايراد المستحق بتعتبر ارصدة مدينة اخرى في جانب الاصول. المصروفات المستحقة والايرادات المقدمة بتعتبر ارصدة داينة اخرى بتظهر في جانب الخصوم. تعالوا بقى نشوف الكلام ده بالتفصيل. لو قلنا كده في شكل جدول عشان الدنيا تتنظم معانا شوية، بيان الرصيد اللي في ميزان المراجعة قد ايه، هل في مستحق اجمعه ولا في مقدم عشان اطرحه، يبقى النتيجة ما يخص العام قد ايه. الرصيد ده هو اللي مدوني كان في ميزان المراجعة اللي انا قلت لكم، اللي معاه قلم يكتبه كده بسرعة. مصروف الايجار كان مديني رصيد 24000، مصروف المرتبات كان مديني رصيد 16500، ايرادات الاوراق المالية كان مديني رصيد 3000 جنيه. وتعالوا بقى نشوف المستحقات والمقدمات. لما فحصنا دفاتر الشركة لقينا ان الشركة اتأجرت المخزن يوم 1/10/2010 ودفعت ايجار سنة عند التعاقد. يعني يوم 1/10/2010 اتأجرنا مخزن لمدة سنة ودفعنا 24000 ايجار سنة كاملة مقدم، دفعناه في بداية السنة. يبقى ده معناه ان الايجار الشهري 24000 على 12 شهر 2000 جنيه. يخص سنة 2010 منهم كام شهر؟ من 1/10 لنهاية السنة، شهر 10، شهر 11، شهر 12، 3 شهور بس. كل شهر ب 2000 جنيه، يبقى 2000 جنيه ايجار شهري في 3 شهور ب 6000 جنيه. يبقى المصروف اللي يخص العام كام؟ 6. يبقى معنى كده ان ال 24000 هطرح منها 6000 جنيه اللي تخص السنة، يبقى معنى كده في 18000 جنيه
ده جزء مقدم. هو دفع رصيد في ميزان المراجعة 24,000، هطرح 6000 جنيه ما يخص العام، يبقى معنى كده ان في 18,000 جنيه اتدفعت خلال سنة 2010 تخص سنة 2011، لان الايجار كده مدته من 1/10/2010 لغاية نهاية شهر 9 سنة 2011. يبقى في عنده 9 شهور يخصوا سنة 2011 مقدم. 9 شهور في 2000 جنيه ب 18,000 جنيه. وبالتالي بقول ان رصيد 24,000 ده اللي اتدفع، لو طرحت منه 18 مقدم يديني ما يخص العام 6. طيب المرتبات، هو بيقول لي ان شهر ديسمبر ما اتدفعش، يبقى معنى كده ان الشركة دفعت 11 شهر فقط. شهر ديسمبر لسه ما اتدفعش، يبقى 11 شهر من السنة هم اللي اتدفعت مرتباتهم، واللي احنا قلنا اللي ظهر في ميزان المراجعة هو المدفوع. $16,500 جنيه اللي اتدفعوا على 11 شهر، يبقى الشهر ب 1500 جنيه. بيقول لي شهر ديسمبر ما دفعش، يعني مستحق. يعني بقول له انت دفعت 16,500 وفي مستحق شهر ديسمبر لسه ما دفعتهوش، لما تجمعه على 11 شهر يبقى المجموع 18,000 جنيه ده السنة كاملة. طيب ايرادات الاوراق المالية كان مدينا رصيد 3000 جنيه وقال لي ان الشركة بتحصل ايراد الاوراق المالية على دفعتين، واحدة في دفعة الاولى في 1/7 والدفعة الثانية في 1/1. هو مديني ايرادات اوراق مالية رصيد في ميزان المراجعة 3000 جنيه، هو ده. وفي المعلومات الجارية قال لي بس خلي بالك من حاجة، احنا بنحصل ايراد الاوراق المالية على دفعتين. ايراد الاوراق المالية ده مثلا كان هو بيقول لي بيمتلك سندات، السندات دي بناخد عليها فايدة، الفايدة دي بناخدها مرتين في السنة، يعني كل 6 شهور بناخد فايدة 6 شهور، مرة في 1/7 ومرة في 1/1. يبقى كده كل سنة مالية بتتحصل دفعتين، دفعة في 1/7 ودفعة في 1/1. لما اجي اخر السنة المالية يوم 31/12 الاقي نفسي انا حصلت دفعة شهر 7، لكن دفعة 1 لسه ما اتحصلتش، لان انا النهاردة 31/12 عدوا 6 شهور من 1/7 للنهاردة، مستحق لينا فايدة بس ما خدناش لسه، ده يوم 31/12، المفروض تاني يوم هاخدها. يبقى انا لو ما خدتش في اعتباري ان انا محصل دفعة واحدة مسجلة ده يوم 31/12 وفي دفعة لسه ما اتحصلتش، هيبقى ايرادات الاوراق المالية ناقصة. وبالتالي بيقول لي ان دفعة 1/7 3000 جنيه، ومفروض في دفعة في 1/1 بس هي تخص سنة 2010، لان الفترة اللي بتسدد عنها الفايدة دي هي الفترة من 1/7 الى 31/12، تخلص الفايدة يوم 31/12، تاني يوم ناخد الفايدة بتاعتهم. من 1/1 ل 30/6 تخلص الفترة 30/6، يوم 1/7 ناخد فايدتهم. يبقى الفايدة اللي انا خدتها في 7 دي فايدة 6 شهور فقط، عايز كمان فايدة من 1/7 الى 31/12 اللي المفروض هاخدها يوم 1/1. ففي يوم 31/12 كانت لسه ما اتحصلتش، يبقى دي فايدة مستحقة 3000 جنيه هي كمان، يبقى ما يخص العام مدفوع محصل 3 ولسه ما اتحصلش 3، يبقى المجموع 6000 جنيه. يلا مع بعض
تاني الاوراق المالية. نرجع تاني للمثال بتاعنا. عندنا ايرادات اوراق مالية 3000 جنيه ايرادات اوراق مالية. طيب قال لي ايه كمان عليها؟ تمتلك المنشأة سندات تحصل فوائدها على دفعتين خلال العام. الدفعة الاولى في 1/7 والدفعة الثانية في 1/1. السنة المالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12. بدأت السنة في 1/1 لغاية 30/6، عدت 6 شهور، يوم 1/7 ناخد فايدتهم. يبقى في 1/1 لغاية 30/6 انتهوا 6 شهور ناخد عليهم فايدة. يوم 1/7 اخدنا فايدتهم، سجلناها في الدفاتر، خدنا فايدة 3000 جنيه، عملنا بيها قيد يومية من حساب الخزينة مثلا الى حساب ايرادات الاوراق المالية، وظهرت في الدفاتر، وبالتالي ظهرت في ميزان المراجعة 3000 جنيه. بدأت السنة النص السنة الثاني من 1/7 لغاية 31/12 عدوا 6 شهور، لينا عليهم فايدة، بس الفايدة ناخدها يوم 1/1. طب انا بقفل دفاتري في 31 ديسمبر 2010، في نهاية 2010 هبص الاقي ان الدفعة الثانية من الفايدة 3000 جنيه الثانية لسه ما اتحصلتش، وبالتالي بيبقى اللي ظاهر في ميزان المراجعة هو الجزء المحصل الدفعة الاولى فقط 3000 جنيه. وبالتالي اقول لا، ده احنا عندنا كمان دفعة تانية قيمتها 3000 جنيه لسه ما اتحصلتش، وبالتالي المفروض اضيفها على ايراداتي. واضحة كده؟ محمد ولا محمود اللي كان بيسأل تاني؟ تمام. تعالوا بقى نروح نشوف كده اخبار الدنيا هتبقى شكلها ازاي. دلوقتي مع بعض كده، مصروف الايجار 6000 جنيه ما يخص العام، هوديها فين؟ بسرعة اسرع. 6000 جنيه مصروف الايجار اللي يخص العام، قائمة الدخل. لا تقول لي قائمة الدخل مصروف ولا ايراد؟ مصروف طبعا. في قائمة الدخل جانب المصروفات مصروف ايجار في المصروفات الاخرى، ومصروف المرتبات نفس الكلام. طب وايرادات الاوراق المالية 6000 جنيه اللي تخص العام، اسرع يا شباب. في قائمة الدخل جانب الايرادات. تمام، تعالوا نشوفهم بقى كده. مصروف ايجار 6، مصروف المرتبات 18، ايرادات الاوراق المالية 6. تعالوا نشوفهم كده مع بعض. مصروف الايجار 6، مصروف المرتبات 18 ضمن المصروفات الاخرى. في الصفحة اللي قبلها بعد مجمل الربح على طول ضمن الايرادات الاخرى هحط ايرادات الاوراق المالية بالستة. يبقى ما يخص العام بيظهر في قائمة الدخل. طيب نرجع تاني. مصروف الايجار المقدم 18000 هتظهر فين؟ المركز المالي. فين حتة في المركز المالي؟ في انهي جزئية؟ لا يا احمد مصروف لا،
مصروف دي معناها قائمة الدخل على طول. هو مصروف، بس ده مصروف مقدم. يبقى هقول ايه؟ في قائمة المركز المالي ضمن الاصول في الجانب المدين، جانب الاصول ضمن الارصدة المدينة الاخرى. المصروفات المقدمة ارصدة مدينة اخرى ضمن جانب الاصول، والمصروفات زي المرتبات المستحقة كده في قائمة المركز المالي ضمن جانب الخصوم وحقوق الملكية ضمن الارصدة الداينة الاخرى. مصروفات مقدمة ارصدة مدينة اخرى اصول، مصروفات مستحقة ارصدة داينة اخرى في الخصوم. ايرادات مستحقة مع المصروف المقدم. ايراد مستحق ومصروف مقدم الاثنين زي بعض، يظهروا ضمن الارصدة المدينة الاخرى. يبقى في الارصدة المدينة الاخرى في الاصول هلاقي المصروفات المقدمة والايرادات المستحقة. اما عكسهم بقى، المصروفات المستحقة والايرادات المقدمة بتظهر في الارصدة الداينة الاخرى في جانب الخصوم. ونشوف الكلام ده مع بعض. معلش اللودنج بياخد وقت شوية. هنبص نلاقي في الارصدة المدينة الاخرى بيظهر لي مصروف ايجار مقدم بالجزء المقدم 18، ايرادات اوراق مالية مستحقة بالجزء المستحق 3000. في الارصدة المدينة الاخرى يعني تحت الاصول، اصول ثابتة، وبعدين اصول متداولة، وبعدين ارصدة مدينة اخرى. في الارصدة المدينة الاخرى بيظهر لي مصروفات مقدمة وايرادات مستحقة. في جانب الخصوم وحقوق الملكية، حقوق الملكية خصوم اللي هي الالتزامات، ارصدة داينة اخرى بيظهر معاها المصروفات المستحقة اللي هي الشهر اللي كان مستحق في المرتبات. واضحة كده يا شباب؟ باقي الناس 2 رد والباقي تمام. نشوف بقى القيود اليومية المتعلقة بالمستحقات والمقدمات. انا عندي مصروف الايجار في 18000 جنيه مقدم. انا عايز اعمل ايه في المصروفات دلوقتي؟ الايجار عايز اخفضها من 24000 انقص منها 18000 مقدم، ولان المصروفات مدينة يبقى لو حبيت انقصها هجيبها داينة، فاقول من حساب مصروفات الايجار المقدمة 18000 الى حساب مصروف الايجار 18000.
المقدم، مصروف المقدم انا عايز اخفض بيه المصروف، يبقى اقول من مصروف الايجار المقدم الى حساب مصروف الايجار. كده انا خفضت الايجار من 24 الى 6000، خفضته ب 18000 اتخفض ب 6000. لاحظوا حاجة بقى، مصروف الايجار المقدم ظهر مدين ولا داين؟ مصروف الايجار المقدم في القيد ظهر مدين ولا داين؟ مدين مدين مدين، يعني معناه اصول، يعني معناه في الارصدة المدينة ظهر مصروف الايجار المقدم مدين في القيد، ده معناه انه اصل من الاصول في الارصدة المدينة الاخرى. نفس الكلام ايرادات الاوراق المالية المستحقة انا عايز ازودها على ايرادات الاوراق المالية، يبقى اخلي ايرادات الاوراق المالية داينة ازودها، يبقى من حساب ايرادات الاوراق المالية المستحقة الى حساب ايرادات الاوراق المالية. وبالتالي يبقى الايرادات المستحقة ظهرت مدينة، يعني برضو اصل من الاصول. يبقى المصروف المقدم والايراد المستحق اخليهم هم طرف مدين، والمصروف نفسه او الايراد نفسه هم الطرف الدين. وبكده يبقى المصروف المقدم والايراد المستحق مدين، يعني معناه انه اصول، يعني ارصدة مدينة. واضحة؟ واضحة ولا اقولها تاني المعلومة دي؟ واضحة. العكس بقى، المصروفات المستحقة والايرادات المقدمة تظهر في القيد طرف دين، معناها ان هي خصوم ارصدة دينة اخرى. اي مصروف مستحق او ايراد مقدم يبقى هما اللي الطرف دين في القيد، والمصروف او الايراد نفسه هو الطرف الثاني. وبكده يبقى مصروف المرتبات المستحق او لو عندي ايراد مقدم طرف دين، معناهم ان هما خصوم يظهروا ضمن الارصدة الدينة الاخرى. دي كده كانت نهاية التسويات الجردية المتعلقة. طيب انا عايز بس معلومة كده اقولها يعني عشان يبقى الموضوع اكتمل بالنسبة لنا. دلوقتي احنا قلنا ان مصروف الايجار 24000 اللي اتدفعوا، وقلنا ان منهم مقدم 18000 ويخص العام 6. فانا لما لقيت ان هو مسجل 18000 جنيه على انها مصروف ايجار، مع ان منها 18000 تخص السنة 2011، فصلتها وقلت لا يخص السنة 6، ورحت عملت قيد يومية، قلت من حساب مصروف الايجار المقدم الى حساب مصروف الايجار ب 18000. القيد اللي احنا عملناه، هل كان ممكن محاسب الشركة يتفادى المشكلة دي، ويوم 1/10 لما دفعوا ايجار 24000 جنيه مش كان ممكن هو يريحنا ويحلل ال 14000 لو هو محاسب بقى كفء، ويقول ان منها 6000 تخص السنة يسجلهم على انهم مصروف ايجار، ومنهم 18000 جنيه مصروف مقدم يسجلهم على طول انهم مقدم، وبكده نرتاح اخر السنة نلاقي مصروف الايجار ظهر فيه 6 ومصروف الايجار المقدم ظهر فيه 18، مش محتاجين نعمل تسوية جردية عليها. مش كان ممكن ده يتم؟ قال لي طبعا، بدل ما هو يقول في قيد اليومية، بدل ما كان يقول في قيد اليومية من حساب مصروف الايجار 24000 الى حساب الصندوق او البنك 24000، وبكده مصروف الايجار اترصد في حساب الاستاذ ب 24000، واضطرينا بقى احنا يتوجع قلبنا بقى في التسوية الجردية اخر السنة. لا، هو لو محاسب بقى ممكن هيقول من مذكورين، ايوه يا مصطفى، حساب مصروف الايجار ب6 وحساب مصروف الايجار المقدم ب18 الى حساب الصندوق او البنك ب 24000 جنيه. تاني، كان ممكن المحاسب يسجلها على طول ويريحنا، يحلل العمليه. انتوا دافعين ايجار 24000 ليه؟ قالوا له ده سنه كامله بدات من النهارده. يقول طيب 10 11 12 3 شهور في 2000 جنيه، 6000 جنيه تخص السنه، ده مصروف ايجار، الباقي ده مصروف ايجار مقدم.
فبدل ما يقول في قيد اليومية من حساب مصروف الإيجار 24,000 إلى حساب الصندوق أو البنك بال 24,000، لا كان ممكن يقول على طول من حساب من مذكورين حساب مصروف الإيجار باللي يخص السنة 6000، وحساب مصروف الإيجار المقدم ب 18,000 إلى حساب الصندوق أو البنك حسب هو دفع ازاي المبلغ 24,000 جنيه. كده بقى لما نرصد حسابات الأستاذ هنلاقي مصروف الإيجار ظهر فيه 6 ومصروف الإيجار المقدم ظهر فيه 18، والدنيا اتحلت ومش محتاج أعمل تسوية جردية في نهاية السنة. واضحة؟ بلو سكاي اوكي، والباقي تمام. خلي بالكم بقى يا محاسبين لما تيجي تسجل مصروف اذا كان في جزء مقدم، طب ليه انت تسجله وتتعب نفسك تاني اخر السنة؟ ما تخلص على طول دلوقتي وانت بتسجله، سجله صح، وبالتالي تخفف على لجنة الجرد اخر السنة يعملوا تسويات جردية، يبصوا يلاقوك انت ايه مظبط الدنيا، تبقى محاسب كده متمكن وكفء والدنيا عندك بسم الله ما شاء الله يعني تمام، في وعي في المعالجة المحاسبية. كده احنا يبقى نهينا مع بعض التسويات الجردية. حد ليه في المحاسبة المالية لغاية دلوقتي اي استفسار، اي معلومة عايز يعرفها، اي جزء عايزنا نشرحه؟ طبعا يا احمد، طبعا التسويات الجردية في نهاية السنة لما تكون في شركة كبيرة طبعا التسويات بتبقى فيها شغل كتير، تمام، بيبقى فيه شغل كتير والتسويات الجردية بتبقى سهل. عشان كده احنا قلنا ايه، لو في ايدك ان انت وانت بتسجل معاملات ان انت تعالجها وتخلصها من الاول وما تخليش لجنة الجرد تبقى المشكلة دي بالنسبة لاخر السنة، طبعا طبعا. لكن انت لما بتيجي تعمل جرد فانت الجرد انت اللي بتشوف بقى كل مصروف في حاجة لسه ناقصة ما تسجلتش يبقى مستحقة، طب في حاجة مدفوعة بالزيادة تخص السنة اللي جاية تبقى مقدم. طبعا الموضوع بيبقى مرهق. طيب محمود علي بيتكلم على دفتر الأستاذ العام والمساعد. ده انت كده هتاخدنا لموضوع الطرق المحاسبية والدفاتر المساعدة. طيب المرة اللي جاية ان شاء الله نتكلم في الطرق المحاسبية الفرنسية والانجليزية والامريكية، وازاي نسجل في الدفاتر اليومية المساعدة ونرحل منها لدفتر الاستاذ العام، وازاي نسجل في دفتر اليومية العامة ونرحل منها لدفتر الاستاذ العام. يعني احنا عندنا الطريقة الفرنسية والامريكية فيهم دفاتر مساعدة ودفاتر عامة استاذ وايه ويومية، وعندنا الطريقة الامريكية دفتر يومية ودفتر استاذ في نفس الوقت. دي الطرق المحاسبية، وفي طبعا الايطالية والطرق كتيرة، بس الاشهر الطريقة الفرنسية والانجليزية والامريكية، فدول ناخدهم مع بعض ان شاء الله المرة الجمعة اللي جاية. طيب ده موضوع، يبقى كده احنا موضوع المحاضرة اللي جاية انتوا اللي حددتوه الطرق المحاسبية الفرنسية والانجليزية والامريكية. حد عنده اي استفسار اخر او اي حاجة تانية عايزين نتكلم فيها؟ محدش عايز يتكلم في تصحيح الاخطاء؟ تصحيح الاخطاء يا محاسب، لو عملت قيد غلط تصحيح الاخطاء، نضيف محاضرة لتصحيح الاخطاء، يبقى في محاضرة كمان تصحيح الاخطاء. طبعا اوكي، يبقى احنا كده المحاضرة اللي بعدها ان شاء الله بنتكلم في تصحيح الاخطاء، انواع الاخطاء وتصحيحها ازاي بيتم، اخطاء دفتر يومية واخطاء دفتر استاذ وكل نوع منها بيتصحح ازاي. تمام كده. الخزنة، احمد نوارة بيسأل على الخزنة، عايز ايه في الخزنة يا احمد؟ الخزنة كلها؟ مش فاهم يعني ايه الخزنة كلها، تقصد جرد الخزنة مثلا ولا المعاملات اللي تخص الخزنة المتحصلات والمدفوعات؟
المعاملات الجارية. طب احنا خدنا في المرة اللي فاتت كان نقطة على جرد الخزنة. تمام، احنا قلنا ان انا ممكن نعمل جرد للخزنة في نهاية السنة ونشوف رصيدها الفعلي مظبوط ولا لا، اذا الخزنة والبنك يعني الحتة دي تعتبر واحدة. تمام، احنا لسه كمان عندنا ماشي ناخدها مع المرة الجاية ان شاء الله، مذكرة تسوية البنك وازاي نتأكد ان رصيد البنك مظبوط ولا لا. لو انا افترضت ان انا بعمل جرد للخزنة، الدفاتر عندي دفتر الاستاذ بيقول ان الخزنة رصيدها 10000 جنيه، يعني المفروض ان يكون في الخزنة 10000. رحت اعد الفلوس اللي في الخزنة لقيتهم 10000. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب لو جيت اعد الفلوس اللي في الخزنة لقيتهم فعليا 9000 جنيه، في مشكلة؟ عجز 1000 جنيه طبعا، في عجز 1000 جنيه. اعالج العجز ده ازاي؟ نمرة 1 اعمل قيد يومية اخفض في الخزنة، اقول من حساب عجز الخزنة الى حساب الخزنة، من حساب العجز الى حساب الخزينة 1000 جنيه، وبكده يبقى حساب الخزينة اتخفض 1000 جنيه، هيظهر 9000 جنيه في الميزانية. واخد ال1000 جنيه العجز ونفتح تحقيق ونشوف العجز جه منين. اذا قدرت ادارة المشروع او الشركة توصل ان امين الخزنة هو المسؤول عن العجز ده وهو اللي هيتحمل بقيمة العجز، يبقى في الحالة دي هعمل قيد تاني اقول من حساب امين الخزنة الى حساب العجز، وبكده بقى امين الخزنة مديون للمشروع ب1000 جنيه يسددها بعد كده. اول ما يسددها للمشروع نقول من حساب الخزنة الى حساب امين الخزنة، وبكده يبقى العجز اتسدد. واضحة؟ يبقى من حساب عجز الخزنة الى حساب الخزنة يوم ما اكتشفنا العجز. تاني حاجة اول ما عملنا تحقيق واكتشفنا ان امين الخزنة هو المسؤول، قلنا من حساب امين الخزنة الى حساب عجز الخزنة. اول ما الراجل امين الخزنة سدد الفلوس قلنا من حساب الخزينة الى حساب امين الخزينة. طيب لو التحقيق ما قدرش يوصل مين المسؤول عن العجز، العجز جاي منين والدنيا تايهة في بعضها، وقررت الشركة ان هي اللي تتحمل العجز، خلاص يبقى العجز هيروح. انا عملت قيد قلت حساب من حساب عجز الخزينة الى حساب الخزينة، ما قدرناش نوصل مين المسؤول عن العجز، في الحالة دي هاخد العجز واوديه حساب قائمة الدخل ضمن المصروفات الاخرى، يعتبر خسائر اخرى يتحملها ايه المشروع. واضحة؟ تمام. انما بقى لو كان رصيد الخزنة الفعلي بنعد الفلوس لانها 10500 جنيه، في مشكلة ولا مفيش مشكلة؟ زيادة 500 جنيه، اروح اعمل قيد ازود الخزنة من حساب الخزينة الى حساب الزيادة في الخزينة، من حساب الخزينة الى حساب الزيادة في الخزينة. زودت الخزنة خليتها مدينة لانها اصل 500 جنيه. اذا جه حد وقال ان الفلوس ال500 دي بتاعتي واثبت ان الفلوس دي بتاعته هديها له، واعمل قيد عكسه من حساب الزيادة في الخزينة الى حساب الخزينة، وخلاص انتهى الموضوع كده. طيب محدش جه قال ان الفلوس دي بتاعتي، في الحالة دي بنعتبرها من الارباح الاخرى واخد زيادة الخزينة اوديها قائمة الدخل ضمن الايرادات. اذا كنا الخسائر العجز وديناها ضمن المصروفات، ده لو ما قدرناش نحدد المسؤول عن العجز، يبقى الزيادة هوديها ضمن الايرادات، وبالتالي تزود الارباح يعني تزود في حقوق الملكية بعد كده. كده واضحة للي كان بيسأل على الخزينة؟ احمد ولا محمود اللي كان بيسأل عن معاملات الخزنة؟ احمد. وضحت كده يا احمد؟ تمام. حد عنده اي استفسار عن التسويات الجردية؟
عايز محاسبة عن طريق الاكسس. اوكي يا احمد، نشوف لك الموضوع ده، نشوف لك ان شاء الله. طيب كده يبقى احنا نهينا مع بعض التسويات الجردية. في بقى موضوع اخير عايز اخد رأيكم فيه، موضوع المحاضرة يوم الجمعة الساعة 8. الله يسلمك يا احمد. المحاضرة الجمعة الساعة 8 بتبقى الموضوع شق شوية على بعض الناس. في ناس بيقترحوا ان احنا نغير ميعاد المحاضرة. فايه رأيكم، نغير 1 ولا ما نغيرش 2؟ مصطفى عايز الميعاد زي ما هو. اتنين عايزين يغيروا 1. اتنين اللي عايز يغير كتير. لا، اللي عايز يغير قليل، سوري. الميعاد كويس. لا تاني لا، ما احنا هنغيره يوم الجمعة، لان لو غيرنا هنخليه يوم الجمعة برضو. تاني، اللي عايز نخلي الميعاد زي ما هو يوم الجمعة الساعة 8 يكتب 1. طيب يعني انا شايف كله عايز الميعاد زي ما هو. طب في اقتراح تاني هقترح عليكم وقولوا لي برضو رأيكم ايه. لو انا معاكم في الميعادين مفيش مشكلة، لو خلينا الميعاد يوم الجمعة الساعة 5 رأيكم ايه؟ لو موافقين 1، مش موافقين 2. اللي موافق الجمعة الساعة 5 يقول 1، واللي عايزه زي ما هو خلاص يبقى ايه، ما يكتبش حاجة. طيب يعني كده الناس كلها عايزة الميعاد يفضل زي ما هو يوم الجمعة الساعة 8، وانا معاكم ان شاء الله نخلي الميعاد يوم الجمعة الساعة 8 زي ما هو. شرفت بان انا تواصلت معاكم على مدار ساعتين، على امل بلقاء جديد يوم الجمعة القادمة ان شاء الله، اذا كان في العمر بقية، الساعة 8 صباحا يوم الجمعة الساعة 8 صباحا ان شاء الله. هنتناول في المحاضرة ان شاء الله الطرق المحاسبية والدفاتر المساعدة والدفاتر العامة والطرق الامريكية والانجليزية والفرنسية وكيفية التسجيل فيها.